لعيبه داس عليها القطر. يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو كيرت زوما. كيرت زوما كان مدافع طالع بسرعه الصاروخ، وحش بدنيا، سريع جدا، قوي جدا. تشيلسي اشتروه وهو صغير وكله كان بيبص له ده خليفه مارسيلو ديساييه. وبسرعه مسك مكان اساسي وكان لعيب مخيف جدا في خط الظهر. جماهير تشيلسي كانت بتطمن لما تلاقيه، لحد ما في ماتش في 2016 قدام مانشستر يونايتد ساعتها جات له اصابه قويه جدا وهي الرباط الصليبي. الاصابه كان شكلها صعب جدا وصرخته في الملعب في ناس فاكراها لحد النهارده. واحنا عارفين مش كل الناس بترجع من الصليبي بسهوله. وهو بعد ما رجع حاول يلاقي نفسه وبدا ان هو يطلع اعاره، راح اعاره لستوك سيتي وكمان لايفرتون في محاوله يلاقي نفسه بشكل اسرع في ضغوط اقل. وفعلا رجع لتشيلسي وكان موجود مع الفريق اللي كسب دوري الابطال. لكن زوما ما كانش هو زوما خالص، سرعته بقت اقل جدا، بدا يخسر مكانه في تشيلسي وساعتها اتباع لويست هام ب 30 مليون. وفي ويست هام كان ماشي كويس والناس بدات تصدق ان زوما ممكن يرجع تاني، لكن الانسان دماغه دايما هي اللي بتسوحه. وساعتها ظهر له فيديو وهو بيضرب القطه بتاعته، ودي كارثه تقريبا خسرته كل حاجه. خسر عقده مع اديداس، الجماهير كلها بقت بتصفر عليه، ودفع ساعتها كمان غرامه 250 الف استرليني. وكان باين انه خلاص لازم يمشي ويبعد عن كل الكلام ده. راح ساعتها على الدوري السعودي مع فريق العروبه وحاليا بيلعب في الدوري الروماني. وتحول زوما من مدافع مارسيلو ديساييك جاي لواحد داس عليه القطر.